العجز التجاري وصل لأكثر من 18 مليار دينار. الصادرات التونسية واقفة وتمركي من 2024 في 52 مليار دينار، والواردات زادت بأكثر من 4% مقارنة بعام ناول، وهذا يمثل تهديد مباشر للاقتصاد التونسي. تحب تفهم؟ تبع الرشمة. العجز التجاري في تونس وصل ل 18.4 مليار دينار، وقت اللي كان عم ناول في حدود ل 15.7 مليار دينار، معناها زيادة ب 2.7 مليار دينار حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء. وقيمة الصادرات وصلت ل 52.2 مليار دينار بعد ما كانت 51.6 مليار دينار عام ناول، معناها ارتفاع تقريبا ب1% أكاهو. تراجع الصادرات كان في برشا قطاعات كيما الطاقة ب 29.2%، الفلاحة ب 13.8%، النسيج ب 0.9%، في حين أن الواردات وصلت ل 70.6 مليار دينار وقت اللي كانت عام ناول في حدود 67.3 مليار دينار، معناها زيادة ب 3.3 مليار دينار. مع العلم أنه نسبة تغطية الواردات بالصادرات طاحت ل 73.9% بعد ما كانت 76.7% في نفس الفترة عام 2024. نذكروا أنه في جلسة عامة لمناقشة مشروع الميزانية، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اعتبر أنه الوضع الاقتصادي في تونس يعد جيدا مقارنة بعديد السنوات الأخرى. زعم الأرقام هذه خذاها الوزير بعين الاعتبار